مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل سادة المشاهدين يشتركوا في القناة، متابعة القناة ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا زي ما وعدتكم. طبعا أول حلقة نزلت هي كانت حلقة تحليل كامل وشامل لكأس الأمم الآسيوية أو كأس آسيا 2024 في قطر. والحلقة طبعا كانت كويسة جدا. الحلقة دي طبعا كانت قبل الحلقة دي على طول. طبعا زي ما وعدتكم الحلقة التانية اللي وعدتكم بيها في النهاردة طبعا هي حلقة تحليل كامل وشامل، بس مش لكأس الأمم الآسيوية، لكأس الأمم الأفريقية 2024 في الكوديفوار. وطبعا هنتكلم عن البطولة بشكل عام، وأكلمكم طبعا عن المجموعات والمتأهل من المجموعات وتوقعاتي للمتأهلين. وبعد كده طبعا إن شاء الله هنزل لكم الحلقة اللي بعد دي، هتكون طبعا حلقة تحليل كامل وشامل لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية في الافتتاح. وكمان هكلمكم عن منتخب مصر بشكل أدق في الحلقة دي. وكمان هنزل لكم كمان حلقة تحليل كامل وشامل لمباراة الكلاسيكو في نهائي السوبر الأسباني بين برشلونة والريال. فطبعا انتظروا كل جديد واشتركوا في القناة طبعا عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي نازلة. هيا بقى نبدأ. طبعا كأس الأمم الأفريقية بيبدأ خلاص النهاردة. مباراة الافتتاح طبعا زي ما قلت لكم بتكون دايما للفريق صاحب الأرض. وطبعا النهاردة كلنا عارفين إن فريق صاحب الأرض هو طبعا الكوديفوار اللي بيشارك في البطولة طبعا، وهو اللي هيفتتح البطولة النهاردة. هنبدأ بقى طبعا بالتفصيل. طبعا البطولة عبارة عن 24 فريق، زيها طبعا زي بالظبط كأس آسيا، نفس النظام تقريبا هو ال 24 فريق. طبعا بيتأهل دايما الأول والتاني زي ما قلت لكم من كل مجموعة في اتنين. طبعا من كل مجموعة في 6 مجموعات ب 12 فريق، وبيتأهل طبعا أفضل 4 من 6 توالت. طبعا بيتأهلوا بيكملوا ال 16 فريق في دور ال 16. طبعا نظام ال 24 فريق ده بقى بيطبق خلاص تقريبا في كل الكؤوس، بيطبق في كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الآسيوية وأيضا كأس الأمم الأوروبية اللي هو يعتبر كأس الأمم الأفريقية طبعا، اللي هو طبعا كاس افريقيا وكاس اسيا وكاس الامم الاوروبيه اللي هو اليورو. برضك نفس النظام ده خلاص بقى مطبق في 3 قارات ونفس النظام، ولكن طبعا الفرق ان كل قاره مختلفه ممكن شويه من حيث عدد طبعا المنتخبات، لان كل في قاره طبعا عدد منتخباتها بيكون مختلف، ولكن هو نفس النظام بيطبق في ال3 قارات. نبدا بقى واقول لكم المجموعات. طبعا المجموعه الاولى طبعا على راسها ساحل العاج او كوتيفوار، معاها طبعا غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو ونيجيريا. طبعا المجموعه دي انا شايف اقوى فريق وافضل فريق فيها طبعا هو ساحل العاج او الكوتيفوار. طبعا الكوتيفوار طبعا يعتبر اقوى فريق في ال4 فرق على الورق، من حيث العناصر من حيث الاسماء، وكمان من حيث ان هو متسلح بنقطه قويه جدا وهي عاملي طبعا الارض والجمهور. فده طبعا بيديهم قوه كبيره جدا جدا. فانا اعتقد بنسبه كبيره ساحل العاج اللي طبعا وعنده كل هذه الاسماء وعنده كل القوه دي لازم طبعا يتأهل أول مجموعة. مش هيلاقي صعوبة في التأهل كأول مجموعة في ظل قوة الأسماء اللي عنده، قوة الأرض والجمهور، الأداء الجيد اللي بيقدمه في آخر فترة. الفريق ما شاء الله عليه بيكتسح كل الفرق. الفريق عنده كمية لعيبة تقيلة جدا. الفريق عنده أكتر من لاعب محترف في أوروبا، امثال طبعا فرانك كيسيه طبعا اللي كان محترف في اوروبا ورجع طبعا وبيلعب في الاهلي السعودي. سيكو فوفانا طبعا المحترف في اوروبا واللي طبعا بيلعب حاليا في نادي النصر السعودي. ابراهيم سنجاري طبعا لاعب الكوديفوار في خط الوسط، عندهم خط وسط قوي جدا. لاعب نوتنجهام فورست ابراهيم سنجاري طبعا نقطة قوة كبيرة ليهم. بجانب كده طبعا الخط الهجومي، طبعا اقول لك مين ولا مين ولا مين طبعا في خط هجوم الكوديفوار. طبعا نبدا طبعا بعنصر تقيل قوي في خط هجوم الكوديفوار مثل ويلفرد زاها طبعا. ويلفرد زاها طبعا اللي بيلعب في فريق جالاتا سراي التركي وعنصر قوي. طبعا قدام طبعا في سيستيان هالر طبعا مهاجم الكوديفوار، وحاليا طبعا مهاجم فريق بروسيا دورتموند. لاعب تقيل قوي ولاعب قوي جدا، ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في قاره افريقيا، من افضل المهاجمين. طبعا غير طبعا الدفاع طبعا اللي فيه إيريك بايلي، وفي لعيبه كتير تقيله قوي في منتخب كوديفوار. فطبعا كوديفوار بالاسماء دي وبالقوه دي طبعا هيكون اول المجموعه الاولى. بعد كده في المركز الثاني هيكون بنسبه كبيره منتخب نيجيريا. طبعا منتخب نيجيريا طبعا يكون طبعا بنسبه كبيره مدجج بنجوم كتيره، مثل افضل لاعب في افريقيا طبعا اللي توقعته لكم قبل كده في حاله افضل لاعب في افريقيا انه هيتوج بيها طبعا اللاعب فيكتور اوسيمين. طبعا افضل لاعب محترف في افريقيا طبعا موجود معاهم، ولاعيبه كتير طبعا شبه احمد موسى
تشيامولي سوزوبسكي طبعا لاعب الاي سي ميلان، ولعيبه تقيله قوي. منتخب قوي جدا منتخب نيجيريا، ولكن اتوقع ان هو هيكون تاني المجموعه. بنسبه كبيره ثالث المجموعه هيكون منتخب غينيا الاستوائيه، قدم بطوله قويه جدا السنه اللي فاتت في طبعا الكاميرون 2022، وكان وصل لمراحل متقدمه وتاهل من مجموعه. واقول لكم طبعا دي ممكن تتصدموا لما اقولها لكم، تاهل من مجموعه كان فيها كوديفوار بردك، وكان معاهم مين كمان مش نيجيريا، كان معاهم كمان الجزائر. ومنتخب طبعا غير الاستوائي اتأهل وتأهل تاني كمان، ووصل لأدوار متقدمة جدا في البطولة، وقدر إن هو يوصل لدور التمانية. وطبعا كان خرج على ما أعتقد، أو هو نسبة كبيرة تقريبا هو خرج من ماتش أمام السنغال تقريبا. هو تقريبا خرج من السنغال، بس خرج من السنغال في ربع النهائي وخسر 3-1. فطبعا نقطة قوة كبيرة أوي كبيرة أوي الحقيقة للمنتخب زي منتخب غينيا الاستوائية. ناس كتير قوي بتقول ان المنتخب ضعيف، لا ده السنه الماضيه عدى، في النسخه الماضيه عدى من مالي بضربات الجزاء، ووصل وعمل مباراه كبيره امام السنغال وخرج من ربع النهائي. وكمان بجانب انه خرج من السنغال في ربع النهائي، طبعا قدر يتأهل كتاني مجموعة. كان معاه مين؟ كان معاه كوت ديفوار زي السنة دي، وكان معاه مين كمان؟ كان معاهم الجزائر. وقدر ان هو يعني هقول الحاجة دي، وممكن ناس كتير أوي تكون مش فاكرة أو تصدم من الكلام اللي أنا هقوله ده. الفريق ده اللي هو فريق غينيا الاستوائية اللي انتم مستضعفينه ده، أو الناس مش واخدة بالها منه، قدر إن هو يفوز في النسخة الماضية على الجزائر. طبعا تستغربوا جدا. وتقريبا هي الأجواء تقريبا مشابهة، الكوتيفوار أو الكاميرون والدول دي كلها تقريبا دول أفريقيا كلها دول متشابهة جدا. فطبعا غينيا الاستوائية تطلع تالت مرتاحة جدا، هتقدر تفوز على غينيا بيساو، وهتقدر تناكف وتخش بقوة كمان مع منتخبات زي ساحل العاج وزي نيجيريا، وممكن تتأهل بثلاث نقاط أو بأربع نقاط كمركز ثالث. فطبعا بنسبة كبيرة هتكون غينيا الاستوائية مركز ثالث مفيش كلام، وغينيا بيساو هتكون حصلت المجموعة الأولى. بعد كده نخش على المجموعة اللي تهمنا وتهمنا جدا، مجموعة المنتخب المصري. معانا طبعا كاب فيردي أو الراس الأخضر، ومنتخب مصر طبعا، وغانا وموزمبيق. طبعا انا شايف بلا جدال وبلا استثناء طبعا في المجموعات دي منتخب مصر هيكون هو اول المجموعه، في ظل طبعا مجموعه ضعيفه جدا. غانا هو اللي ممكن يكون منتخب كويس. كاب فيردي بردك فريق مش معروف قوي، ممكن يكون فيه عناصر قويه. الفرق اللي ما بتبقاش مشاركه بصفه دايما دي بتبقى بتعمل مفاجآت، زي ما بقول لكم غانا الاستوائيه عملت مفاجاه قبل كده في كاس الافريقيه اللي فاتت وتاهل في مجموعه الجزائر. لكن طبعا صعب جدا منتخب مصر ما يتاهلش اول في مجموعه زي دي، فاتوقع طبعا منتخب مصر بقوته واسمائه هيتاهل اول. والمركز الثاني بنسبه كبيره هيكون منتخب البلاك ستار غانا، والمركز الثالث هيكون الراس الاخضر. وموزمبيق طبعا هيكون الحصاله طبعا موزمبيق ده الفريق طبعا بتاع اللاعب لويس ميكيسوني، اللي كان بيلعب في الاهلي قبل كده مع بيتسو موسيماني. طبعا ميكيسوني طبعا اللي كان بيلعب في الاهلي وكان بيلعب في فريق طبعا سيمبا التنزاني، فهو ده تقريبا يعتبر اشهر لاعب عندهم. ففريق ضعيف جدا طبعا مفيش كلام. فاعتقد طبعا بنسبه كبيره هيكون هو المركز الاخير، وممكن كمان ما يقدرش يتحصل على ولا نقطه في مجموعه صعبه زي دي طبعا. بعد كده اكمل لكم طبعا المجموعات وتوقعاتي. بعد كده طبعا المجموعه الثالثه في كاس الافريقيه، طبعا مجموعه برضه كويسه قوي على فكره، فيها الكاميرون والسنغال وجامبيا وغينيا. طبعا مفيش كلام، السنغال طبعا منتخب رغم عدم وجوده على نفس المستوى اللي هو فيه، ورغم تدهور مستوى كتير من اللاعبين زي ادوارد مندي اللي راح من تشيلسي للاهلي السعودي، ولاعب كاليودو كوليبالي اللي راح بردك من تشيلسي للهلال السعودي، وماني طبعا اللي راح من ليفربول للبايرن ودلوقتي رجع السعوديه. ولاعيبه كتير قوي مستوى وقع في السنغال، ولكن ستظل السنغال بردك قوه ضاربه، وتظل متسلحه بردك بعامل التتويج بالبطوله الاخيره على حساب منتخب مصر. فاعتقد السنغال هتتاهل اول، ومنتخب الكاميرون هيتاهل تاني، ومنتخب جامبيا هيكون تالت. رغم ان ممكن تختلفوا معايا في النقطه دي، لكن اشوف منتخب جامبيا منتخب قوي. وكان بردك منتخب جامبيا لو نتذكر كان اتاهل قبل كده في سنه 2022 في مجموعة تونس، وكان منتخب قوي وكان حصان اسود في البطولة. فاعتقد جامبيا هتكون تالت، وبنسبة كبيرة منتخب غينيا اللي يعتبر انا شايفه ضعيف جدا هيكون هو الرابع. بعد كده المجموعة اللي بعد كده المجموعة الرابعة، طبعا مجموعة الجزائر أنجولا بوركينا فاسو وموريتانيا. طبعا بنسبة كبيرة الجزائر هتكون أول، رغم إن الجزائر عندها مشاكل كتير في الفترة الأخيرة ومش في أفضل أحوالها، وطبعا خرجت من تصفيات كأس العالم على حساب الكاميرون، والكاميرون راحت كاس العالم. وفي كاس الافريقيه زي ما قلت لكم النسخه الاخيره حدث المركز الاخير بنقطه، ولكن كل فريق بيجي له فتره بينهار. دلوقتي انا شايف الجزائر وقفت على رجلها شويه، بدات اللعيبه تفوق، بدات اللعيبه يبقى عندها روح ويبقى عندها قتاليه ويبقى عندها اداء جيد. فاتوقع الجزائر هتكون اول، بوركينا هيكون تاني، ومنتخب انجولا هيكون
بنسبه كبيره هو المنتخب الثالث، ومنتخب موريتانيا طبعا المنتخب العربي طبعا للاسف هو اللي هيكون هو الرابع، رغم ان منتخب موريتانيا على فكره منتخب كويس ولكن صعب ان هو يتاهل كثالث، شايف ان هو هيكون منتخب رابع. بعد كده المجموعه طبعا اللي شبيهه جدا بمجموعه كاس الامم الافريقيه 2022 طبعا اللي كان فيها تونس مع مالي. تقريبا تونس ومالي كل سنه في المجموعات بتاعت او كاس الامم الافريقيه بيكونوا طبعا مع بعض، ولكن طبعا مش هضحك عليكم، تونس في الفترة الأخيرة أدائها مش عاجبني تماما. تونس عندها أسامي تقيلة وعندها لعيبة تقيلة قوي، ولكن تونس في الفترة الأخيرة الفريق بردك عنده مشاكل كتير، الفريق مش في أفضل أحواله، الفريق يعتبر منهار انهيار كبير في الفترة الأخيرة. أنا متضايق طبعا على منتخب تونس، منتخب تونس كان من أقوى المنتخبات في الفترة الماضية، ولكن الفترة الأخيرة منتخب تونس مش أفضل حاجة، وخصوصا طبعا بعد الأداء اللي عمله في كأس العالم، وإن هو فاز على منتخب فرنسا بهدف طبعا وهبي الخزري، وكان فوز تاريخي وطبعا عمل مباراة قوية، ولكن منتخب تونس بردك أنا مش مطمن له قوي في الفترة الحالية. وكمان دايما منتخب تونس بيكون في بطولة كأس الأمم الأفريقية بيكون للأسف مش أحسن حاجة. وكلنا شفنا زي ما قلت لكم آخر مشاركة ليه كانت في كأس الأمم الأفريقية السنة اللي فاتت، كان اتأهل أفضل توالد في النسخة الماضية طبعا زي ما قلت لكم في مجموعة جامبيا ومالي، مالي كانت الأول وجامبيا كانت التانية طبعا، ومنتخب تونس كان المنتخب التالت. وكان طبعا سبب تأهله إنه كان فاز على منتخب موريتانيا بأربع أهداف مقابل لا شيء، وده طبعا كان سبب تأهله في كأفضل توالد. وكان طبعا ارتطم في منتخب نيجيريا، وبعد كده طبعا منتخب نيجيريا قدر يفوز على منتخب نيجيريا، منتخب تونس وكمل وارتطم ببوركينا، وطبعا خسر من بوركينا طبعا منتخب تونس، وبوركينا هي اللي كملت وتونس خرجت. ولكن انا شايف طبعا بنسبه كبيره من الصعب والصعب جدا في ظل اداء منتخب تونس الفتره الحاليه دي ان اقول منتخب تونس اول. انا اعتقد بنسبه كبيره ان اللي هياخد المركز الاول في مجموعه تونس هو منتخب مالي، شبه ما خد المركز الأول في بطولة 2022 هياخدها في بطولة هذا العام. فأعتقد بنسبة كبيرة هيكون المركز الأول من نصيب منتخب القوي جدا طبعا منتخب مالي، ثم المركز الثاني طبعا هيكون بنسبة كبيرة طبعا هيكون من نصيب تونس. تونس تقدر تفوز على جنوب افريقيا وناميبيا، بس يعني يا رب بس تونس تقدم اداء كويس، لان تونس في بعض الاوقات ادائها بينهار وده بيضايقني جدا، رغم ان هو طبعا فريق عربي كل التوفيق ليه، لان برضه جنوب افريقيا فريق قوي وطالع بقوه في الفتره الاخيره، وكلنا شايفين بيرستاو والاداء طبعا الجيد اللي بيعمله جنوب افريقيا. ولكن اعتقد تونس هتكون المنتخب الثاني، والثالث هيكون جنوب افريقيا، وللاسف طبعا ناميبيا طبعا هتكون المركز الرابع، وكويس قوي ان هي وصلت اصلا للبطوله. بعد كده المجموعه الاخيره مجموعه الكونغو الديمقراطيه والمغرب وتنزانيا وزامبيا، طبعا مفيش كلام هيكون المنتخب المغربي طبعا متصدر المجموعه. المركز الثاني بنسبه كبيره هيكون منتخب الكونغو الديمقراطيه اللي عامل فريق قوي جدا الفتره الحاليه، ثم بنسبه كبيره هيكون المركز الثالث منتخب زامبيا، والرابع طبعا تنزانيا. طبعا دي توقعاتي للمجموعات السته في كاس الامم الافريقيه. نكون كده طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا في قناه هوم سبورت. في النهايه طبعا ما تنسوش اشتراك في القناه بتاعت القناه واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وانتظروا حلقه مباراه مصر وموزمبيق في كاس الامم الافريقيه 2024، وتحليل كامل لمنتخب مصر في مباراة موزمبيق وللفريق بشكل عام، وايه كمان اللي هيحتاجه منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية. كل ده هكلمه لكم في حلقة تحليل مباراة مصر وموزمبيق اللي هتنزل إن شاء الله على طول بعد الحلقة دي، انتظروها. وانتظروا أيضا حلقة الكلاسيكو، حلقة مباراة برشلونة والريال في نهائي كأس السوبر الأسباني. بالتوفيق لكل الفرق، بالتوفيق لكل الفرق العربية، بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله منتخب مصر يرجع بالبطولة. ولو إن شاء الله طبعا ما حصلش منتخب مصر ما خدش البطولة، أتمنى البطولة تروح للمغرب أو للجزائر أو لتونس أو لأي منتخب عربي شقيق، وتكون البطولة عربية. شكرا على المشاهدة وباي.